السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل بقى كل سنة وانتم طيبين. الأول هنعمل النهاردة القشطة عشان مولد النبي عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين جميعا بطريقة سهلة وبسيطة وبكوباية سكر بس. معايا هنا طاسة نجيب فيها كوباية سكر، احط عليها 4 معالق عسل جلوكوز، وهنحط كمان ربع كوباية مية، ننزل بس العسل الجلوكوز كده، ربع كوباية مية بس، وبعد كده نرفعهم على النار. العسل بس الجلوكوز معلش بيمسك في المعلقة شوية. حطينا المية ونقلب، نحطهم بقى على النار يغلوا غلوة واحدة بالظبط، يعني احسبوا دقيقة بالظبط وتقوموا شايلينهم من على النار. تعالوا هنا بقى نعمل تلت كوباية مية عليها 3 معالق جيلاتين، 3 معالق كبار ممسوحين جيلاتين، وندوبهم كويس قوي. مية عادية من الحنفية لغاية ما يدوب كده معانا. بقى بالشكل ده كده. هنحطه بقى في وعاء كده علشان نضربه بالمضرب الكهربائي. هنحط عليه بقى الخليط اللي هو عسل الجلوكوز والسكر والمية. بعد ما غلي غلوة واحدة هنحط كله على بعضه ونضرب بالمضرب الكهربائي. نفضل نضرب كده شوية لغاية ما اللون يبقى أبيض والقوام بيتقل معانا بالشكل ده كده. لسه يتقل كمان شوية. واللي عنده عجان برضو ينفع بيبقى حلو أوي برضو. شايفين كله بقى يلم كده في المضرب. الخليط بدأ يتقل ويتلم كله في المضرب كده بيطلع لفوق. شايفين القوام بقى عامل ازاي. عندي هنا بقى نجيب صينية نحط فيها جوز الهند، وهنحط كمان فواكه مسكرة، الفواكه المسكرة سيبناها على الوش. هنحط بقى الخليط بتاع القشطة، احنا حطينا في ايدينا كده نقطة زيت صغيرة. نبدأ نفرده بقى كده نسويه في الصينية. نحط بقى الفواكه المسكرة هنا،
نحط بقى جوز الهند برضو. هنسيبها بقى كده يعني مش في التلاجة ولا حاجة لمدة مثلا 3 ساعات، وبعد كده ناخدها نقطعها. هنا كنت بحط على السكينة نشا عشان طبعا السكينة متلزقش، وابدأ اقطع كده بالراحة. شايفين ما شاء الله حلوة ازاي. نقطع تاني. شايفين المكون بتاعها حلو ازاي وسهلة وسريعة ما شاء الله، ومن كوباية سكر واحدة. جربوها بقى كده وان شاء الله تعجبكم، بدل ما تشتروها من محلات بتكون غالية قوي، فاعملوها في البيت سهلة وسريعة ومقادير بسيطة قوي. بالشكل ده كده، ايه رأيكم في الجمال ده؟ شايفين بقى حلو ازاي والطعم ما شاء الله. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.